السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير أحبتي في كل مكان. هذا تنبيه أمني سبراني، وانتبهوا يا أخوان، الرسالة للجميع. لو كان عندك ولد أو بنت أو صديق أو صديقة أو أخت أو قريب، طبعا الكلام للجميع، لكن أنا أبغى أخذ مثال على الآباء. لو عندك بنت الشريحة باسمك اللي معاها، وراحت السوق أو الجامعة أو مكان عام، وجاتها واحدة وقالت لو سمحتي أبغى أتصل على أهلي، افتحي لي شبكة عشان يجون ياخذوني، وفتحت لها الشبكة. هذه المرأة اللي جات لو حولت تحويلات مشبوهة خارج المملكة، إيش اللي ممكن يصير؟ راح يستدعون بنتك ويسحبونها، وتدخل في قضية غسل أموال أو تحويلات مشبوهة، وراح يستدعونك أنت لأن الشريحة أيضا راح يستدعونك أنت لأنه الشريحة باسمك، وتدخل معاهم في نفس القضية، وينحكم عليك سنوات عديدة لأنه أنت أهملت هذا الجانب التقني، وأيضا النية الطيبة لبنتك أو لابنك. بعض الناس يكون أخته أو زوجته أو أخوه يكون الشريحة باسمهم. لهذا نقول انتبهوا يا أخوان، وحذروا أقاربكم والمجتمع، لأنه كثير من القضايا اليوم كانت في مثل هذا الموضوع. وتقبلوا تحياتي، أخوكم جمال أربعي.